يوم هادي وجميل على كل الناس في مدينة هيروم في ولاية يوتا الأمريكية، لكنه مش هيبقى هادي إطلاقا على عائلة تريشا صاحبة ال15 سنة اللي والدتها بتقوم الساعة 6 الصبح علشان تصحيها زي كل يوم، ولكن تتفاجئ إن تريشا مش موجودة في سريرها. والأغرب إن كمان كان سريرها مرتب وكأن مفيش أي حد كان نايم عليه. عدى الوقت ومر والانتظار والقلق بدأوا يزيدوا، وتريشا لسه ما رجعتش على بيتها. فيا ترى البنت صاحبة ال15 سنة صحيت الصبح وخرجت ولا أصلا ما كانتش موجودة في البيت من الأساس؟ ما تخافش، أسئلتك كلها هجاوبك عليها، بس الأول أحب أشوف منك اللايك الجميل زيك وتحضر لي مشروب وأكلة حلوة يعدلوا مزاجك. وبسم الله نبدأ بكوهات جديدة. شريكي العزيز جدا، ازيك؟ بتبدأ الحكاية يا عزيزي في مدينة هيروم في ولاية يوتا الأمريكية، وتحديدا سنة 2000. زي ما قلت لكم بتصحى والدة تريشا من النوم الساعة 6 الصبح وتروح على غرفة بنتها علشان تصحيها زي أي يوم، ولكن تتفاجئ إن تريشا مش موجودة في سريرها، وكمان السرير مترتب وكأن مفيش أي حد نام عليه طول الليل. والدتها في الأول ما قلقتش لأن كان الطبيعي إن عندها أرق، فمن وقت للتاني كانت بتنزل تتمشى في الشارع اللي جنب البيت وبعد كده ترجع تاني. فعدت ساعة في التانية في التالتة وتريشا لسه ما رجعتش، وهنا بدأ الموضوع ياخد منعطف تاني، لأن كده مش مجرد تمشية وبس. في الوقت ده والدتها اتصلت بالشرطة بدون أي تردد، وبالفعل وصلوا البيت وبدأوا يفتشوا في البيت حتة حتة، ولكن ما اكتشفوش أي آثار اقتحام ولا للبيت ولا لغرفة تريشا. فالشرطة سألت الأم عن آخر مرة شافت فيها بنتها، وقالت إن قبل ما انام سبتها في الليفينج روم قدام الكمبيوتر بتاعها. الشرطة أول حاجة جت في بالهم إنها زي مراهقين كتير بيهربوا من بيوتهم بسبب مشاكل عائلية أو عشان بوي فريند أو عشان يشقوا طريقهم للشهرة والتمثيل، ولكن عائلتها رفضوا الفكرة دي تماما، وده طبعا لأنهم عارفين بنتهم كويس جدا، خصوصا كمان إن والدها كان مريض كانسر. وفي اليوم ده تحديدا بعد ما ترجع من المدرسة كانوا هيقعدوا ويعملوا اجتماع عائلي علشان يناقشوا اللي هيحصل في حالة والدها، ومستحيل إن تريشا تفكر بالشكل ده وتهرب كمان في الظروف دي. وخليني برضو أديك لمحة بسيطة جدا عن حياة البنت دي. أختها بتقول إن تريشا كانت بتدرس في المرحلة الثانوية، وكانت بتحب التمثيل والمزيكا جدا، وكانت بتحب الأضواء والشهرة، وكان من ضمن طموحها إن هي تخرج بره المدينة وتسافر في أماكن مختلفة، ولكن بسبب مرض والدها شالت الفكرة دي تماما من دماغها علشان تكون جنبه. ولكن برضو الشرطة كانت عند رأيها إن تريشا بنت صغيرة مراهقة وما يفرقش معاها كل الكلام ده، وإنها بالفعل هربت وسابت البيت، خصوصا كمان بعد اللي سمعوه عن طموحها وأحلامها والكلام اللي قالوا عنها. وبعد تحقيقاتهم وتحرياتهم ما وصلوش لأي حاجة تماما، ولكن طبعا اللي هيهمهم أمر البنت أكتر من أي حد هم أهلها، فقرروا إن هم يستأجروا محقق خاص ويستعينوا بيه في البحث عن بنتهم تريشا. المحقق درس الموضوع كويس وكان رأيه مختلف تماما عن رأي الشرطة، شاف إن البنت دي اتعرضت للاختطاف وممكن الموضوع كمان يكون أسوأ من كده، لأن على حسب كلام أهلها مش دي نوعية البنات اللي ممكن يهربوا، خصوصا في ظل الترابط الأسري اللي كانت عايشة فيه. المحقق بدأ يمسك خيط الشرطة ما فكرتش فيه أو يمكن استسهله، والخيط ده كان الكمبيوتر اللي كانت بتستخدمه تريشا قبل ما تختفي. فطلب فني يجي يفحص الكمبيوتر ده ويطلع منه أي معلومات ممكن تفيدهم، وعرفوا ان البنت كانت بتدخل على شات رومز كتيرة وبتتعرف على ناس وبتكون صداقات، ومن ضمن الناس اللي كانت بتكلمهم باستمرار هو شخص اسمه ايس مان، وده طبعا اسمه مستعار. المهم تعقبوا الشخص ده، وعن طريق مباحث الانترنت اكتشفوا معلومات مثيرة جدا. اولهم انهم اكتشفوا ان هو راجل في منتصف الاربعينيات وشغال سواق في شركة من الشركات، وصاحب العمل بتاعه وصفه ان هو شخصية مش مظبوطة، وكان بيقضي وقت فراغه في الفرجة على الصور السيكو سيكو. هي الرجالة لما بتكبر بتتهطل ولا ايه؟ المهم الشرطة لما عرفت الكلام ده على طول استدعوه علشان يحققوا معاه، وبالفعل ما انكرش ان هو الشخص اللي كان بيكلمها، ولا حتى كمان انكر انه كان بيكذب عليها، ولكنه انكر تماما ان هو ملهوش اي علاقة باختفائها، وقال ان هو في اليوم ده كان بيوصل شحنة لمدينة تانية، وبالفعل اتأكدوا من صحة كلامه وبناء عليه طلع براءة من الموضوع. ولكن للأسف القضية رجعت لنقطة الصفر من تاني، وللأسف برضو إن في ظل الظروف دي والد تريشا يتوفى
بعد معاناته مع المرض. والخبر في الوقت ده تصدر عناوين الصحف كلها في أمريكا. المحقق الخاص اللي استأجرته العيلة دي بيقول وهو بيبكي إن اليأس تملك من كل فرد في العيلة دي إنهم يلاقوا تريشا إلا والدها. برغم تدهور حالته الصحية كان دايما بيبحث عنها ودايما عنده أمل إن هي هترجع من تاني، وكان بيتصل عليا باستمرار ويأكد عليا إن ما يأسش وافضل مكمل في القضية. وبيقول إن أكتر حاجة مؤلمة لما كان بيكلمني ويقول لي أنا آخر أمنية في حياتي إنك تلاقي بنتي، فقررت إني مش هستسلم وهلبي له أمنيته. وقد كان. بدأ المحقق ده إن هو يفتش غرفة تريشا بشكل مفصل جدا، وبدأ يبحث في متعلقاتها الشخصية، وأثناء بحثه ولقى المذكرات الشخصية بتاعتها فبدأ يقراها، ولفت انتباهه حاجة مريبة شوية، إن كل الكلام اللي كان مكتوب بخط عادي، إلا عبارة واحدة كانت كاتباها بخط كبير وباللون الأحمر، وبتقول فيها احذري وابتعدي عن سام. فيا ترى إيه معنى الجملة دي ومين هو سام؟ فاكتشف إن اللي كاتب الجملة دي مش تريشا، ولكن صاحبتها اللي كانت كاتباها في المذكرة بتاعتها، وصاحبتها دي اسمها ستيفاني. فبدأ من حيث ما انتهى وواجه ستيفاني بالعبارة دي، ولكنه اكتشف ان ستيفاني دي شايلة سر رهيب جدا. بدأت ستيفاني تحكي ان هي وتريشا كانوا راجعين في يوم من المدرسة، فوقفت جنبهم عربية لونها أخضر، وكان راكب فيها شاب وسيم وعرفهم على نفسه وقال لهم إن اسمه سام، وكلمة من هنا على كلمة من هنا خدنا أرقام بعض وكل واحد روح لبيته. عدت الأيام ونسينا الولد ده، ولكن جه يوم وأنا مروحة البيت الباص بتاع المدرسة فاتني، فاتصلت عليه يعدي عليا بالعربية ويروحني البيت، ولكن اكتشفت إن ارتكبت غلطة شنيعة. الطريق من المدرسة للبيت طويل شوية، وفي نهاية الطريق ده في شارعين، الشارع اليمين بيودينا البيت والشارع اليسار بيودينا لطريق فيه جبال ومرتفعات، يعتبر طريق معزول. فلقيت سام مرة واحدة اتجه في الاتجاه اليسار ده، فسألته وقلت له احنا رايحين فين؟ فقال لي انت خايفة ليه؟ هنتفسح بالعربية شوية جنب مكان الشغل بتاعي. المهم بتقول لقيته واقف في نص الطريق في مكان مليان أشجار، وفي الوقت ده أدركت إن اتحطيت في خطر، فبدأت أبكي وأتوسل ليه إنه يسيبني، ولكنه اعتدى عليا وبعدها خدني البيت وروحني في الخير والله. المهم بتقول كنت خايفة جدا وما قدرتش أحكي لأي حد، خوفا من اللي هيقول المجتمع المتحفظ اللي عايشين فيه. متحفظ. المهم بتقول حاولت أنسى الموضوع وكأنه محصلش، ولكن اتفاجئت إن تريشا بتقولي إن سام بيطاردها في كل مكان، فكتبت لها في المذكرة العبارة دي علشان دايما تفضل قدامها وتحاذر منه. طبعا المحقق أول ما عرف التفاصيل دي كان شبه متأكد إن سام اللي ورا اختفاء تريشا، فأول حاجة عملها إنه خد ستيفاني لمكان الاعتداء عليها، ولقوا في نفس المكان ده عربية واقفة وما فيهاش أي حد، والعربية دي ستيفاني قالت إن هي نفس العربية بتاعته اللي كانت راكباها معاه في يوم الاعتداء. فالمحقق بدأ إن هو يستعلم عن الشاب ده، وأول حاجة اكتشفها إن سام هو اسم مستعار، وإن اسمه الحقيقي هو كودي نيلسون، وشغال في مزرعة قريبة من المكان ده، وسجله ما شاء الله طلع حافل بالاعتداءات على البنات وضربه ليهم، ولكن للأسف ما لقوش عليه أي دليل مباشر عن اختفاء تريشا. فبدأت الشرطة إن هي تعمل عملية بحث مكثفة في المنطقة المعزولة دي، وبعد بحث مكثف وطويل جدا أخيرا عثروا على عظام كانت مدفونة في المكان ده، وبعد ما استخرجوا العظام دي أرسلوها للمختبر الجنائي علشان تتحلل، وجات لهم النتيجة إن العظام دي متوافقة مع تريشا. على طول الشرطة قبضت على كودي وبدأت إن هي تكثف تحقيقاتها معاه، وأنكر تماما إن هو ملهوش أي علاقة باختفائها ولا حتى مقتلها. فبدأوا إن هم يواجهوه باللي حصل لستيفاني واللي عملوا فيها، وكذلك بادعاء تريشا قبل ما تموت إنه كان بيطاردها. وكذلك أول ما الخبر انتشر في الصحف اتقدم 7 بنات ببلاغات إنهم اتعرضوا للاعتداء من كودي ومرضيوش يبلغوا خوفا من الفضيحة. وفي الوقت ده اتحول كودي للمحاكمة واتحكم عليه بالسجن المؤبد. وانا حقيقة بستنكر جدا فكرة ان طفل او شاب يحس ان بيته مش فاتح له دراعاته في انتكاساته ومشاكله واخطائه. اطفال وشباب كتيرة بيواجهوا الدنيا وشرورها لوحدهم لمجرد خوفهم الدايم من رد فعل اهلهم. طب انا المفروض اطمن مع مين لو ما اطمنتش مع اهلي؟ المفروض الجأ لمين وما يجلدش ذاتي ويدعمني ويساندني في اختيارات الغلط وانتكاساتي، ويربيني ويعلمني الدروس المستفادة من غلطي؟ فالمجد كل المجد
والاحترام والشكر لكل أهل وكل بيت فاتحين دراعاتهم لولادهم وعون ليهم على الدنيا وقرفها، مش عون للدنيا وقرفها على ولادهم. شريكي العزيز على قلبي جدا، بشكرك على وقتك العظيم اللي سمحت لي يكون من نصيبي، وبتمنى إن أكون خليتك تستمتع بالوقت ده وما كنتش ضيف تقيل على قلبك. وطبعا خليلي بالك من نفسك لحد ما أشوفك الأسبوع الجاي على خير في متعة جديدة.